كشفت مصادر إعلامية أن مدرب منتخب مغربي وليد الركراكي انتقب إبراهيم دياز الأسبوع الماضي بحضور لاعبين مغربيين تربطهم مع صداقة بلاعب ريال مدريد. وعبر وليد الركراكي عن إعجابه بمهارات دياز، مؤكدا أنه يحترم قراره بخصوص المنتخب الذي يختاره تمثيله مستقبلا. واتفق الطرفان على لقاء آخر يجمعهما مع أشرف حكيمي في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي بداية مارس سيحسم دياز قراره بشكل نهائي، إما بتمثيل منتخب المنشأ إسبانيا أو منتخب الأصل المغرب. من ناحية أخرى، قرر مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي ضم إبراهيم دياز لتعزيز صفوف لا روخا خلال المباراتين الوديتين القادمتين ضد كولومبيا والبرازيل المقررتين في شهر مارس المقبل. وتابع دي لافوينتي عن كثب الفحوصات التي أجراها دياز للإطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته في مباراة فريقه ضد لابزينغ، وذلك للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المباراتين الوديتين. وفقا لصحيفة أس الإسبانية، سيختار دياز تمثيل المنتخب الإسباني على نظيره المغربي. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني كرة القدم يخطط لاستدعاء إبراهيم دياز للفريق الأول لتفادي أي محاولة من نظيره المغربي لضم اللاعب إلى صفوفه. لكن من جهة أخرى، تؤكد تحليلات أخرى ووفق تصريحات إبراهيم دياز نفسه الأخيرة، فإن لاعب ريال مدريد يقترب أكثر من المنتخب المغربي، خاصة عقب الزيارة الأخيرة لمراكش وربطه صداقات مع بعض الأسود، أبرزهم أشرف حكيمي، والذي استعانت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإقناعه بالالتحاق بكتيبة وليد الركراكي. وفي 13 فبراير الجاري، رفض إبراهيم دياز الحسم بشكل مباشر في مستقبله مع المنتخب الإسباني، حيث اختار الرد بشكل ماكر على سؤال حول ذلك، وهو ما جعل وسائل الإعلام الإسبانية تعتبر ذلك تلميحا منه إلى أنه بات أقرب للمنتخب المغربي. ويبقى القرار بيد إبراهيم دياز، ويتضح في مارس القادم